لكن الثلاث مواقع دول احنا دلوقتي بنتكلم في الحديث القديم اصلا وعايز يوقف الخبر ده. حسني مبارك لازم يتحاسب. اسمه ايه؟ معاذ السيد محمد. معاذ السيد محمد. كم سنة؟ 20 سنة، أولى جامعة الأزهر، أولى الظهر. مات ازاي؟ هنا في الميدان. مات ازاي؟ هنا مضروب هنا في الميدان يوم 28 يناير ب4 طلقات يوم الجمعة، جمعة الغضب. هنا في الميدان 4 طلقات، وكاتبين لي في التقرير طلق واحد، طلق ناري. يا كده يا كانوا هيطلعوا الجثة ويشرفوها. اتنقل على انهي مستشفى؟ الهلال. ومعايا التقارير ومعايا الأوراق. معاك حاجته؟ معايا كل حاجة. ايه رأيك في اللي حصل في البنت المنقبة؟ لا ده يعني انا ما اعرفش، يعني لا تعليق، انا مش عارفه اقول اي حاجه صراحه، لا تعليق على اي حاجه بتحصل، لان احنا من يوم 28 يعني يعتبر من يوم الثوره، من يوم 25 لغايه دلوقتي مفيش اي جديد، الدنيا بتسوق وانا مش عارفه المشير عايز ايه. يعني المشير كان المفروض خد الدنيا دي كلها تحت جناحه زي ما بيقولوا، كان لم الناس دي كلها، كان اكتسب عطفهم واكتسب حبهم، هو ضيع عليهم لان هو زي مبارك لغايه النهارده مفيش جديد. قولي ايه للناس اللي قاعده في البيوت؟ هقول لهم ايه؟ الناس اللي قاعده في البيوت حزب الكنبه. الناس مش عارفه حاجه، الناس مش عارفه حاجه، بتقول الناس اللي في الميدان عايزين مننا ايه؟ يقعدوا في بيوتهم، احنا عايزين دم ولادنا. وهم دول البلطجيه مش كده؟ ما انا بقول لك دول بلطجيه التحرير. حاجه، احنا مش عايزين حاجه، احنا مش بندمر لهم البلد، بالعكس احنا عايزين حق ولادنا. لو ده ابن من ولادهم كانوا سكتوا، كانوا قعدوا ابن يكبروا لغايه ما يوصل اولى جامعه 20 سنه ويروح منا بغد وضرب وقتل وسحب، نعمل ايه؟ نقعد في بيوتنا؟ خلاص بقى المفروض يتحرروا من اللي هم فيه. خايفين من ايه؟ ايه اللي هم مستنيينه تاني؟ خلاص ضرب وبهدله واهانه، والمنتخبه بيشيلوا رقابها وبيضربوها، والبنت اللي سحلوها هنا في الميدان فاضل ايه تاني؟ قولي ايه للاسلاميين؟ لا مش اخوان وسلفيين اتخلوا عننا في حاجات كتير، وانا قلت مش عايزين، احنا مش ما بنجيش هنا عشان كان اي حزب يجي يضمنا ليه، او بنيجي هنا عشان اي حد ياخدنا في صفه. لا احنا ما كناش تبع احزاب، ما كناش تبع حد، وما كناش اصلا عايزين منهم حاجه، احنا كنا عايزين دم ولادنا. هم اتخلوا عننا في اتعس الظروف بتاعتنا، اتخلوا عننا واحنا مش يعني عايزين العدل من ربنا، مش عايزين منهم. احنا ان شاء الله ربنا هينصرنا عليه. طالب المشير بايه؟ طالبه بقى ان هو يتخلى كده عن الحكم، لان هو خلاص كده، يعني انا مش عارفه هو ماسك البلد ليه، عايز ايه؟ عايز يوصل لايه؟ كده كفايه. اللي عمله زي مبارك، مفيش جديد، هو نفس النمط ونفس هو خايف من مبارك ولا في ايه؟ ولا هو عشان شريكه؟ انا مش عارفه اقول ايه. ما بتتمش محاكمات عادله مش كده؟ مفيش محاكمات لغايه دلوقتي، مفيش محاكمات عادله، كل حاجه بتتاجل. ولما راحوا شهدوا ما شهدوش بشهاده حق، شهدوا شهاده زور بس. هيروحوا من ربنا فين؟ ربنا موجود وربنا عادل وربنا شايف الا شهاده الزور. وقتلت ولادكم تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اللي قتلوا ولادكم نعم الوكيل، وهيجي لهم يوم وهناخد منهم القصاص بتاعنا. احنا مش عايزين منهم حاجه، لا عايزين منهم فلوس، ولا عايزين نعطل المسيره زي ما بيقولوا، ولا عجله الانتاج، ولا الكلام ده كله. هم لو كانوا حكموا الناس دي كانت البلد كلها هي مصر فيها انتاج؟ فيها انتاج. هم معطلين الدنيا، هم معطلين الدنيا عشان يقولوا اهم ادي الثوار وادوا اهالي الشهداء، هم اللي معطلين العجله وهم اللي بيحرقوا في البلد. مش معقوله ان شباب زي دي اهاليها هتيجي هنا عشان تولع في البلد، مش معقول. حسبنا الله ونعم الوكيل، واحنا هنطلب الحق والعدل مش من شويه ناس زينا عبد بس. حسبنا الله ونعم الوكيل.